لك أن تتخيل صديقي الصدوق إنك معاك نسخة بالمميزات دي حرفيا، فيها شوية مميزات دي حاجات كده هوت على جنب، غير باقي حرفيا المميزات التانية كلها. زي ما انت شايف الزراير كلها شغالة مفيهاش أي مشكلة، بجانب إن النسخة فيها ستايلات للأرشيف وعشر أسطر كونفرزيشن علشان الواجهة بتاعت النسخة يبقى شكلها متميز وشكلها كويس جدا. النسخة كمان قابلة للتعديل، يعني هتقدر انك تعدل عليها اسمك وصورتك زي ما انت عايز. بجانب كمان ان النسخة فيها شوية مميزات حرفيا جمدان ما شفت زيها. شايف بقى كل الكلام اللي انا قلته لك ده؟ خليك عارف ان النسخة بحجم 55 ميجا بايت فقط، يعني حرفيا كل الاجهزة الضعيفة اللي ما بتعرفش تشتغل بنسخ معدلة هتقدر تشتغل النهاردة بنسخ معدلة عادي جدا، وتعمل اجمد شغل حرفيا مع النسخة دي. عايز تعرف باقي المميزات بتاعة النسخة؟ تابع معايا الفيديو للنهاية. الله الحلاوه دي. ربنا يخليك. السلام عليكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وفي احسن حال يا رب العالمين. طبعا فكرة فيديو النهاردة هو عن نسخة واتساب قابلة للتعديل، حرفيا نسخة بمميزات جمدان حرفيا فوق ما تتخيل. النسخة بحجم 55 ميجا بايت، هتلاقي رابط النسخة ديت تحت في الوصف مباشر، بدون اي حاجة، بدون اختصار روابط، بدون اي حاجة حرفيا، ولكن النسخة بباسورد. فانت لازم تتابع الفيديو معايا علشان تعرف باسورد النسخة، هيتكتب هنا قدامك على الشاشة، فتابع معايا الفيديو للنهاية علشان تعرف الباسورد ايه. تمام؟ وقبل ما نخش في الشرح بتاع النسخة، قبل بس ما نبدأ، يا ريت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، لايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، ويلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة. طبعا زي ما انت شايف النسخة بتفتح معاك بالشكل ده، حرفيا النسخة فيها اضافات ومميزات، يعني بجد بجد نسخة قليل عليها قوي حوار انك النسخة تبقى 55 ميجا بايت. تمام؟ النسخة بجد هتشتغل على كل الاجهزة، النسخة ما فيهاش اي مشكلة. طبعا ده كده حاجة عشان تست التهنيج، وده اللي احنا هنشوفه في نهاية الفيديو بتاعنا، ولكن الموضوع بسيط خالص. طبعا زي ما انت شايف دي حركات 3 دي بتاعت النسخة عادي جدا، وده طبعا لو ضغطت كده ده شكل الشات من جوه، ولكن احنا حاليا مفعلين الزرار بتاع قص الرسالة او قص الفيروس. تمام؟ فده طبعا شكل الشات من جوه. النسخة طبعا واضح جدا ان هي باللون الاخضر. النسخة فيها كمان تذكر عشان يرمي لك فيروس زي ما انت شايف لو ضغطت هنا، ده للاندرويد وده للايفون وده للاندرويد والايفون. تمام؟ فدي كده حاجة كده بجانب المميزات اللي موجودة في نسخة حجمها 55 ميجا بايت، ونسخة كمان قابلة للتعديل، يعني اي حد هيقدر يعدل على النسخة، فالموضوع بسيط جدا جدا جدا. تمام؟ طبعا زي ما انت شايف كده اول حاجة انت لقطتها من النسخة ان النسخة فيها حركة 3D. تمام؟ كمان النسخة فيها ليست فيو وفيها حاجات كتير جدا، ولكن احنا هنبص على كل حاجة دلوقتي. طبعا لو ضغطت على الثلاث نقط هنا هتلاقي جميع مميزات البلس موجودة في النسخة، يعني زي الاضافات، رسائل مجدولة، رد تلقائي، انك تعمل رسترة للنسخة، اعادة تشغيل يعني، رسالة رقم مش متسجل، رسالة للجروبات، وتعمل جروب جديد، بي سي جديد، واتساب ويب انك تشغل النسخة بتاعتك على الكمبيوتر، وكمان هابي مسج اللي هي الرسائل المميزة بنجمة، والسيتنج او الاعدادات عادي جدا اللي هي اللي احنا عارفينها. طبعا لو ضغطت هنا ده شكل المود عادي جدا، ولو ضغطت هنا طبعا هتوديك على قناتي على اليوتيوب. تمام؟ عشان تقدر تتواصل معايا باي شكل من الاشكال، وانت طبعا ما تنساش اشتراكك في القناه يعني ده حاجه مؤكده باذن الله. تمام؟ وطبعا انت عندك هنا الاضافات والمميزات، وكمان هتلاقيها موجوده من بره لو ضغطت على الثلاث نقط موجودين هنا، اللي اسمها الاكسترا فيوتشرز، موجوده برضو هنا في كلمه الاضافات. تمام؟ يعني دخلت من المود هتدخلك على نفس القائمه، دخلت على الاضافات من هنا على طول هتدخلك برضو على نفس القائمه. فطبعا احنا شغلنا كله باذن الله هيكون في الاضافات. ده شكل النسخه العادي جدا زي ما انت عارف اللي انا وريتهولك. النسخه اسود فاخضر، شكلها جامد جدا زي ما انت شايف، ودي طبعا الواجهه بتاعه الاي او اس يا جماعه. تمام؟ هي مش هتنزل لك كده، ولكن لو انت عايز تخليها كده زي ما انا عاملها، بتضغط هنا على مايو مودز، وبعد كده بتروح على الشاشه الرئيسيه، وبعد كده بتروح على البار العلوي، ومن البار العلوي هتختار ستايل بار التنقل، وقدامك دي كل الاستايلات. انت هتبقى قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام؟ اول ما تحملها، ولكن انت هتيجي المكان دوت وتدوس هنا، وبعد كده اي او اس ستايل هتقلب معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. فالنسخة اصلا جامدة من كل حاجة، بجانب ان النسخة اصلا فيها سمات
لو انت اصلا مش عاجبك الشكل ده تمام، تعمل تحميل سمات وتقدر انك تعمل اللي انت محتاجه اصلا من كل حاجه. يعني حرفيا اي حاجه انت محتاجها هتقدر انك تحمل السمات من هنا، ولكن انا قافل الواي فاي عشان اعرف اصور، عشان ضغط المسجات، وعلشان كمان محدش يتصل عليا. تمام تمام. فطبعا زي ما انت شايف كده، لو ضغطنا مثلا هنا احنا هنخرج من المكان ده ودخلنا بقى على الاضافات طبعا هي الشغل كله حرفيا زي ما انت شايف. هنا طبعا زراير الفيروس، مميزات، تفكيك الكوردات، حركة شتات، حركة 3D، تساقط تلج، كلين كاش، ودي معلومات عن المطور. طبعا المعلومات اللي هنا هي قناتي على اليوتيوب. طبعا برضو ان انا اهم حاجة عندي حاليا قناة اليوتيوب، انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتقدر بقى اي فيديوهات تنزل، عشان حرفيا احنا راجعين بشغل تقيل جامد جدا، وده اللي انا بقوله من اول فيديو انا بدأت انزله. تمام تمام. فطبعا زي ما انت شايف كده، لو ضغطت طبعا هنا على الزرار بتاعه التهنيج عموما زي ما انت شايف كل حاجه حرفيا، وهو ده الزرار اللي احنا كنا مفعلين. تمام زي ما انت شايف كده. طبعا قدامك كل حاجه تخص التهنيج موجوده هنا في الشكل ده. يعني انت مش مطالب منك اي حاجه، ده طبعا بجانب ان النسخه اصلا مفكوكه يدوي. يعني النسخه اصلا من غير الزراير كده كده النسخه ما بتهنكش، وده طبعا اللي احنا شفناه كده لما ضغطنا على الجروب بالصدفه. تمام. عندك طبعا حركة 3D، وعندك كمان تساقط تلج، وعندك كمان كلين كاش وحركة الشتات. فكل حاجة شغالة وكل حاجة زي الفل، ما فيهاش اي مشكلة. تمام تمام. وطبعا النسخة اخر اصدار يا شباب، النسخة مش هتطلب منك تحديث نهائيا، لان النسخة اخر اصدار متظبطة وكل حاجة زي الفل. فانت ما تقلقش من قصة الاصدارات، وكمان متشال منه الديالوج بتاع التحديث. يعني حتى لو اصدار جديد نزل مش هيطلع لك الرسالة الرخمة اللي بتقعد تطلع ديت، فانت ما تقلقش من الموضوع ده خالص. طبعا انت عارف بقى ان النسخة فيها ميزة قطع النت، وفيها كمان ميزة متعدد الاكونت او اللي هو الاد اكونت، انك تقدر تضيف لحد 5 حسابات على نفس النسخة. يعني لو انت معاك ارقام فيك تقدر تضيفها داخل النسخة وتبقى شغال ب5 ارقام على نفس النسخة عادي جدا، تفتح بس تبدل ما بين الاكونت والاكونت وتعمل اللي انت عايزه. تمام. فطبعا النسخة زي ما قلت لك شكلها ده في الشات شكل رايق جدا، فيها كمان ريبلاي متحرك، والنسخة فيها مميزات جبارة حرفيا. النسخة هي دي شكلها الحقيقي فعلا. النسخة كمان فيها الميزة بتاعت توثيق الارقام اللي انت شفتها. فلو ضغطت على اضافات ومميزات تانية، في بقى ان انت تبعت صور باعلى جودة، هتلاقي الصور بتتبعت بجودة ما تبكسلش. تمام. عندك هنا انهاء الجروب كله بضغطة، وعندك كمان تنزل الادمن بضغطة. فطبعا كل حاجه موجوده. زرار المميزات شغاله مليون في الميه مفيهاش اي مشكله، وفعلنا زرار واحد منهم اللي هو بتاع توثيق الارقام، وزي ما انت شايف التوثيق شغال عادي جدا في الشتات وفي الرومات في كل حاجه يعني. تمام. فطبعا تعالى بقى نروح لاخر حاجه وهو التست. تمام. لان التست مهم جدا انك تشوف التست بتاع الفيروس بنفسك وتتاكد ان النسخه ما بتهنكش من اي حاجه. تمام. فطبعا نروح كده مثلا لاي جروب موجودين من الجروبات ديت. فزي كده مثلا ده طبعا ملف السرعه بتاعي يا شباب، للناس اللي مش عارفه ملف السرعه بتاعي. طبعا زي ما انت شايف التست قدامك، الشات بيجري الطلقه حرفيا، مفيش حاجه اسمها تهنيج، مفيش اي حاجه. فالشات زي الفل، الشات تمام قوي، مفيش اي حاجه من قصه التهنيج، ما تقلقش خالص من حوار التهنيج ده. ولو حسيت ان النسخه بتتقل معاك علشان تليفونك ضعيف قوي ولا حاجه، ممكن تفعل الزرار اللي انا وريتها لك. انا هنا بعمل تيست عادي جدا من غير اي حاجه. الكلام ده شباب حرفيا كده اللي هو انت فاهم، من غير اي حاجه. يعني ده التهنيج اليدوي بس اللي انا عامله. تمام. لكن لو انت طبعا عايز تعمل اي حاجه فتقدر انك تشوف بقى ايه حوار الزراير ذات نفسها، تفعلها وتشتغل بيها ومش هيحصل لك اي مشكله، وهتبقى الدنيا زي الفل. تمام. احنا كده يعتبر خلاص شرحنا كل حاجه في النسخه حرفيا، مفيش اي حاجه احنا ما شرحناهاش. النسخه معربه زي ما انت شايف كده قدامك، ما فيهاش اي مشكله. طبعا ده السيتنج، ومن هنا على الاباوت زي ما انت شايف كده ده الاصدار، كود الاصدار بتاع النسخه علشان تتاكد ان النسخه حرفيا اخر اصدار وما فيهاش اي مشكله. وبكده يا قلب اخوك احنا خلاص وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. شير يا شباب على قد ما تقدروا، عشان الفتره اللي جايه نقدر ننزل لكم شروحات تعديل، ننزل لكم تهنيج للنسخه، اي حاجه حرفيا انتم محتاجينها هننزلها ان شاء الله، اذا كان الاصدار ده او من الاصدار الجديد ان شاء الله. بس اهم حاجه التفاعل بتاعك على القناه هو اللي هيخليني ان انا استمر وما اتاخرش في تنزيل الفيديوهات. اقدم لكم الفيديو من السفاح، والسلام عليكم.